ازيك يا بطل؟ انت دلوقتي داخل على محطة تغيير حقيقي. هنا في تطور. احنا مش بس بنتكلم على الانتاجية، احنا بنبنيك من جديد. لو ناوي تخرج من الفيديو ده بشيء يغير يومك وحياتك، يبقى ركز، لان اللي جاي هيفرق كتير. أهلا بيكم معانا في استكشاف جديد. النهاردة هنغوص شوية في محتوى من قناة تطور. المحتوى ده بيركز على لحظة كده، يعني كلنا بنعدي بيها. عارف الصوت الداخلي ده اللي بيقولك خد بريك صغير بس، أو مش لازم تكمل النهاردة؟ اللحظة دي بالذات، وإزاي ممكن فجأة تنسف مجهود أيام أو أسابيع. الفكرة يعني إزاي نقاوم الإغراء ده. أيوه بالضبط، الموضوع ده مهم أوي بصراحة، أصل ده بيعكس صراع كلنا بنعيشه، حتة الرغبة في المكافأة اللي دلوقتي حالًا، وتحقيق هدف كبير بس هياخد وقت ومحتاج صبر، يعني فهم اللحظة دي وإيه اللي بيحصل فيها، ده أول خطوة عشان نعرف نتعامل معاها صح. تمام، هو المصدر حتى بيحكي قصة توضح الموضوع ده قوي. قصة شخص عمل تحدي كتابة لمدة شهر، كل يوم لازم يكتب، وكان ماشي تمام لحد ما جه في اليوم ال15 كده حس بإرهاق بقى وملل. إمم، مفهومه جدًا. راح قايل لنفسه الجملة الشهيرة: مش هاجرى حاجة لو ريحت النهاردة، بس هو يوم واحد. القرار البسيط قوي ده خلاه يوقف التحدي كله، خلاص معرفش يرجع تاني. لفت نظري قوي إزاي إغراء يبان صغير في لحظتها لكن تأثيره كبير على المدى الطويل. دي النسخة الكلاسيكية للموضوع ده فعلا. المصدر بيشبهها بحتة الشوكولاتة الصغيرة دي لشخص عامل دايت، تبان بريئة كده، حاجة بسيطة يعني، لكن لو كل مرة استسلمت ليها خلاص الدايت باظ. صح. هو المخ أصلا يعني طبيعته بيميل للمكافآت السريعة، الحاجة اللي هتديني إحساس حلو دلوقتي. الأهداف الكبيرة بقى محتاجة صبر، محتاجة نستنى شوية عشان نشوف نتيجتها، وده عكس طبيعة المخ الأصلية. عشان كده جملة زي هي مرة وخلاص أو مش هتفرق دي خطيرة جدا. طيب والمواجهة بقى، يعني لو أنا في اللحظة دي أعمل إيه؟ المصدر بيقول فيه 3 خطوات عملية ممكن تساعد. الخطوة الأولى غريبة شوية بس منطقية، بيقولك سمي الإغراء بصوت عالي. يعني إيه؟ يعني أول ما تحس بالرغبة دي إنك عايز تتراجع أو تكسل، قول لنفسك حتى لو في سرك: أنا دلوقتي حاسس بإني عايز أوقف. ده الإغراء اللي ممكن يضيع تعبي. كأنك لما بتسميه بتفصله عنك شوية، بتقلل قوته. الشعور أو الفكرة ونسميها كأننا بنخرجها من كونها دافع مسيطر علينا ونخليها مجرد ظاهرة من لاحظها. فده بيديك ثانية تفكر بدل ما تستسلم على طول، كأنك نورت النور كده وشفت إيه اللي بيحصل. منطقي فعلا. طيب الخطوة التانية؟ اسمها تبديل المكافأة. الفكرة هنا بدل ما تستسلم خالص وتلغي اللي كنت هتعمله، شوف حل وسط. يعني مرونة شوية؟ بالظبط، يعني لو مثلا المفروض تكتب صفحة كاملة وحاسس إنها تقيلة قوي النهاردة، طب اكتب نص صفحة أو حتى فقرة واحدة. المهم إنك تعمل حاجة تستمر. المصدر بيقول إن الحفاظ على الاستمرارية حتى لو بخطوة صغنونة أحسن بكتير من التوقف التام. ودي نقطة ممتازة عشان بتخرجنا من فكرة يا أبيض يا أسود، اللي هو يا إما أعمل كل حاجة صح 100%، يا إما خلاص مش هعمل حاجة خالص. التفكير ده غالبا بيخلينا نستسلم أسرع لو حسينا بضغط أو صعوبة، لكن الحل الوسط ده بيخليك مكمل، بيحافظ على الزخم وبيقلل إحساس الفشل. كأنك بتقول أنا عارف إنها صعبة بس هعمل اللي أقدر عليه. حلو قوي ده. الخطوة الثالثة والأخيرة بقى، دي بتربط الموضوع بحاجة أعمق شوية، اسمها الربط بالهوية. الهوية؟ إزاي؟ يعني بدل ما تركز على الفعل نفسه، الكتابة، التمرين، أيا كان، ركز على الشخص اللي انت عايز تكونه. قول لنفسك: لا، أنا شخص ملتزم، أنا من النوع اللي بيكمل حتى لو الدنيا صعبة. لما تفكر في نفسك كشخص ملتزم، الدافع بيكون أقوى من مجرد إنك عايز تخلص المهمة دي وخلاص. ياه، دي قوية جدا. أصل ربط السلوك بالهوية ده بيخليه جزء من قناعاتك عن نفسك، وتأثيره بيبقى أطول بكتير من فكرة إني لازم أعمل كذا النهاردة. وفي نقطة مهمة هنا المصدر قالها برضو، الناس الناجحة أو اللي بتلتزم دي مش شرط عندهم قوة إرادة جبارة طول الوقت. طب إيه الميزة عندهم؟ الميزة الحقيقية هي قدرتهم إنهم لو وقعوا مرة ما يقعوش المرة اللي بعدها على طول. يعني لو كسلوا النهاردة أو استسلموا الإغراء بيحرصوا جدا إن بكرة يرجعوا يلتزموا تاني. عندهم مبدأ كده، ممنوع الفشل مرتين ورا بعض. جميل قوي التشبيه ده. يبقى كده الخلاصة اللي ممكن ناخدها من تحليل المحتوى ده، إن مقاومة الإغراءات الصغيرة دي زي تمرين لعضلة التزام. بالظبط. كل مرة بتقاوم فيها، العضلة دي بتقوى جواك. والمهم مش إننا ما نغلطش خالص أو ما نقعش، لأ، الأهم إننا نعرف نقوم تاني ونكمل.
الاستمرارية أهم من المثالية. تمام جدا. وممكن نختم بسؤال كده للتفكير، يعني مستوحى من آخر نقطة دي. لو فكرنا في مبدأ إنك لما تنتصر على الإغراء مرة، المرة الجاية بتبقى أسهل شوية، أو مبدأ ما ينفعش وقع مرتين ورا بعض، إزاي كل واحد فينا ممكن يطبق المبدأ ده على تحدي معين بيواجهه دلوقتي في حياته؟ سؤال مهم للتفكير فعلا. بنشكركم جدا على متابعتكم معانا في تحليلنا لمحتوى قناة تطور. نتمنى يكون الاستكشاف ده مفيد، وإلى لقاء قريب في موضوع جديد بإذن الله. لو وصلت للنقطة دي فأنت مش شخص عادي، أنت واحد من القلائل اللي بيدوروا على التطور الحقيقي. فاكر دايماً التغيير بيبدأ من قرار بسيط وأنت لسه واخده دلوقتي. ما تنساش تشترك وتسيب بصمتك في الكومنتات علشان الرحلة دي ماشية بينا سوا. استناني في الفيديو الجاي، وافتكر دايماً أنت مش لوحدك وأنت أقوى مما تتخيل.